النهاردة احنا في الهند، جينا علشان نشوف مهرجان الألوان أو عيد الهولي زي ما بيقولوا. होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। الهند معروفة بعاداتها وتقاليدها الغريبة. Celebrating Holi in India is the experience of the people. وبتعتبر أكتر بلد مختلفة الأديان، قرود، ثقافات، توك توك في كل مكان وشوارع زحمة وعبادات غريبة. الهند موجودة في جنوب آسيا، وبتعتبر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان. Holi is a Hindu festival. And once again, ladies and gentlemen, United Flight 1017 to Calgary. والنهاردة وصلنا على نيودلهي عاصمة الهند. होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। جينا علشان نشوف واحد من أشهر الاحتفالات في العالم، مهرجان هولي. Complete sensory overload. It's an experience that we will never forget. And it's just something you have to see for yourself. المهرجان الشعبي الهندوسي. The next day, powdered paints and colored water is thrown in the streets. This is to celebrate the Hindu god Krishna. जहाँ प्रेम की बात हो और राधा कृष्ण की الاحتفال ده مش بيكون بس في الهند، بيشاركهم الاحتفال ده نيبال وباكستان وسريلانكا وبنجلاديش. والسبب يرجع لأن جميع البلدان دي فيها جالية هندوسية كبيرة جدا، فاليوم ده في الأساس بيحتفلوا بيه بموسم الحصاد وخصوبة الأرض، وكمان بيودعوا فيه فصل الشتاء وبيستقبلوا الربيع. 40 दिनों का होता है, जो वसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन। بس غير كده اليوم ده ليه جذور دينية ومرتبط ببعض الأساطير الهندوسية، ودي اللي بتحكي عن حرق هوليكا أخت ملك الشياطين، ومن هنا خدوا اسم هولي للمهرجان ده. जिसमें कि बरसाने की लठमार और लड्डूमार, नंदगांव की लठमार, वृंदावन में बिहारी जी। فمهرجان الهولي مرتبط عند الهنود بالألوان المختلفة، وده علشان الألوان عندهم بتدل على البهجة والسرور وإنهم يتخلصوا من الطاقة السلبية. طول ما انت ماشي في الشارع هتلاقي الناس عمالة تحدف عليك ألوان كتير مختلفة زي كده بالظبط. كمان هتلاقي الناس مشغلة الأغاني وماشية في الشوارع عمالة ترقص. Celebrations of Holi.
حاولنا ندخل معبد مع الهندوس ولكن ممنوع الأجانب تدخله، بس حاولنا بقدر الإمكان لحد ما دخلنا. فالناس جوه المعبد برضو بيحتفلوا بعيد الهولي، وده قدام الإله بتاعهم اللي أنا مش عارفة اسمه الصراحة. والإله بتاعهم كان موجود على المنصة دي، وكل شوية بيقفلوا الستارة ويفتحوها تاني، وبيقولوا إن دي حاجة مرتبطة بالدين عندهم، وإن الإله اللي موجود في المعبد بيقوم بالتنويم المغناطيسي للناس وبيخليهم شبه فاقدين للوعي، فعشان كده عمالين بيقفلوا ويفتحوا في الستارة. कहा जाता है कि जब द्वापर युग में राधा रानी के होली निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण طول ما انت ماشي في الشارع بقى هتلاقي الناس كل ما تقابلك تقولك هابي هولي، وده كناية عن ان هم بيهنوا بعض زي عندنا في الأعياد. الناس كلها مبسوطين وفرحانين، ومحدش بيزعل من أي حد لما بيرمي عليه ألوان في الشارع حتى لو غريب. قابلنا سياح كتير، ودول اللي جايين الهند مخصوص علشان يحضروا المهرجان زينا كده. فالهندوس بيحتفلوا بالمهرجان ده من آلاف السنين، يعني مش لسه جديد. وبالإضافة للألوان والأغاني والتهاني والرقص، كمان بيولعوا نار وبيجتمعوا حواليها ويفضلوا يغنوا ويرقصوا تاني. فهم بيعملوا كل الطرق الترفيهية اللي تحسسهم إنهم مبسوطين وفرحانين. المهرجان ده بيتم كل سنة وبيفضل مستمر 10 أيام، فهتلاقي كل شوارع الهند زحمة وكله ماشي بيهني بعضه. وأكيد التهنئة مش في الشارع بس، لأ برضو بيهنوا بعض على الواتساب وبيتصلوا ببعض. كمان هتلاقي في كل الشوارع الناس عمالة بتبيع الألوان علشان الاحتفال، وكل الناس ماشية في الشوارع عمالة ترقص وجسمهم كله مليان ألوان، لدرجة إنهم غرقونا احنا كمان ألوان. إنها الهند يا صديقي.